السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الجزء الأول إزاي تبدأ في مجال السلامة والصحة المهنية. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم إزاي تطبق اللي اتعلمته في الواقع. إزاي تطبق اللي اتعلمته في الواقع؟ بعد ما أخدت معلوماتك الأولية من كورسات زي الأوشا والنيبوش، لازم تفكر في إزاي تطبق المعلومات دي في حياتك العملية. لو شغال في موقع بناء أو مصنع، تبدأ تتأكد إن اللي شغالين معاك لابسين ملابس الحماية المناسبة، أو إن المعدات بيتم فحصها بشكل دوري. الحاجات اللي اتعلمتها لازم تتحول لإجراءات يومية بتطبقها. 2. التدريب العملي. جزء كبير من النجاح في السلامة والصحة المهنية بيعتمد على التدريب العملي. دور على فرص تدريب أو اشتغل تحت إشراف حد عنده خبرة. التجربة العملية هتساعدك تربط بين النظري وبين العملي. 3. بناء علاقات مهنية في المجال. تواصل دايما مع ناس في نفس المجال، سواء زملاء مدربين أو ناس ليهم خبرة في السلامة. العلاقات المهنية هتفتح ليك أبواب لفرص جديدة، ويكون عندك دعم من ناس فاهمة المجال كويس. 4. التدريب على تقييم المخاطر. ابدأ بإجراء تقييم المخاطر في مكان عملك. حدد المخاطر اللي موجودة حواليك زي الحريق، السقوط، المخاطر الكهربائية. بعدها فكر في إجراءات السلامة اللي هتقلل من تأثير المخاطر دي. 5. التعلم المستمر. مجال السلامة بيتغير بسرعة كبيرة جدا، فضروري تفضل متابع أي كورسات أو تدريبات جديدة. دايما في تقنيات جديدة وطرق حديثة لتحسين بيئة العمل، فلازم تكون على دراية بكل ما هو جديد. 6. التواصل مع الإدارة والعاملين. التواصل الفعال مع الإدارة والعاملين هو مفتاح نجاحك كمبتدئ. دورك مش بس في تنفيذ السلامة، لكن كمان في توعية العمال والتأكد إن هم فاهمين المخاطر وإجراءات السلامة المطلوبة معاك في المشروع. 7. التدريب على الطوارئ. لازم تكون مستعد لحالات الطوارئ. خطط لحالات زي الحريق أو التسريبات. درب العاملين على التصرف السليم في الأزمات. التدريب العملي زي إخلاء المباني بيساعد الناس تكون مستعدة لو حصل خطر لا قدر الله. 8. التوعية والتدريب للعاملين. جزء كبير من شغلك هو توعية العاملين وتدريبهم على قواعد السلامة. نظم جلسات تدريبية بانتظام تشرح فيها المخاطر وطرق تجنبها. دايما خلي التدريب مستمر، وابتدئ بالحاجات الأساسية والمسلمات زي معدات الحماية الشخصية، ودي ليها شرح في فيديو تاني إن شاء الله. 9. متابعة التطور التشريعي. قوانين السلامة بتتغير من وقت للتاني، فلازم تتابع أي تعديلات أو تعليمات جديدة في القوانين المحلية والدولية. تأكد إن شركتك ملتزمة بكل المتطلبات القانونية. 10. بناء تقارير السلامة. جزء كبير من شغلك هو كتابة تقرير السلامة. التقرير دي بتكون مهمة عشان توثق أي مشاكل وتعرضها على الإدارة. التقرير دي بتساعد كمان في وضع خطط لتحسين، وبتعتبر سجل رسمي لحالة السلامة في موقع العمل. 11. المراجعة والتقييم المستمر. المراجعة الدورية مهمة عشان تتأكد من إن كل إجراءات السلامة شغالة بكفاءة. اعمل جولات تفتيشية في مكان العمل، وتابع أي مشاكل أو مخاطر جديدة ممكن تظهر لك مع الوقت. 12. التواصل مع فريق السلامة. لو شغال في شركة كبيرة، أكيد هيكون في فريق للسلامة. اتعلم إزاي تشتغل مع الفريق، نسق مع الفريق، تبادل الخبرات والأفكار مع باقي الفريق هيساعدك ده إنك تطور من نفسك وتحقق أفضل النتائج. 13. التحليل بعد الحوادث. لما بيحصل أي حادث لا قدر الله، دورك إنك تحقق فيه وتفهم الأسباب اللي أدت ليه. التحقيقات دي بتساعدك تتجنب تكرار نفس الأخطاء في المستقبل وتوفر توصيات لتحسين إجراءات السلامة. 14. التعامل مع الضغوطات والمخاوف. شغل السلامة ممكن يكون مرهق في بعض الأحيان. لازم تتعلم إزاي تدير وقتك وتتعامل مع الضغوطات من غير توتر. استشير زملائك دايما، وخليك هادي ومركز في شغلك. 15. بناء سمعة. في مجال السلامة سمعتك في المجال هتتبني مع الوقت بناء على التزامك وكفاءتك، فخليك دايما متعلم وملتزم، وكون شخص بيساعد الناس وبيشاركهم المعلومات، وده هيزود احترام الناس ليك. 16. التدقيق والمراجعة الداخلية. لازم تكون جزء من عملية المراجعة الداخلية في مكان عمل. التأكد من إن كل إجراءات السلامة مطبقة بالشكل الصح، وحاول تلاقي أي خلل أو مشكلة عشان تحسنها.
17 التفكير الاستباقي، خليك دايما متوقع الأسوأ ومستعد لأي سيناريو. فجزء كبير من السلامة هو التوقع والتحضير للمخاطر قبل ما تحصل. دايما فكر في السيناريوهات اللي ممكن تحصل وجهز خطط لتجنبها. 18 التعاون مع الأقسام، السلامة مش مسؤولية قسم واحد، لازم تتعاون مع باقي الأقسام زي الهندسة والإنتاج والجودة أو التنفيذ عشان تتأكد إن الكل بيساهم في الحفاظ على بيئة عمل آمنة. 19 التخطيط للطوارئ، لازم يكون عندك خطة طوارئ واضحة وسهلة الفهم لكل العاملين. الخطط دي بتوضح إزاي الناس تتصرف في حالة حدوث أي كارثة أو خطر. كمان لازم تعمل تدريبات عملية على خطط الطوارئ بانتظام. النصيحة الأخيرة، تطوير نفسك باستمرار هو النجاح في مجال السلامة، بيطلب إنك دايما تطور نفسك. فتابع الكورسات الجديدة واقرأ عن آخر التطورات في المجال وحاول تستفيد من تجاربك وتتعلم منها. كل ما تطور نفسك فرصك في التقدم والنجاح هتكبر. بالنقاط دي هتكون عندك رؤية متكاملة كإزاي تكمل رحلتك كمبتدئ في مجال السلامة وتتحول لمحترف مع مرور الوقت. ما تكونش نسخة من اللي قبلك، استعن بالله في كل وقت، ما تقارنش نفسك بحد. انت ليك حياتك وليك أفكارك وليك شخصيتك وعندك تكوينك الخاص. افعل الخير والصواب وامضي، لا تقارن فتتأخر وتنشغل. سلام عليكم.